السلام عليكم. اليوم راح ندير كعك النقاش او المنقوش، يعني كمية قليلة واللي تحب تضاعف المكونات. هنا عندنا 125 غرام مارغرين او زبدة بدرجة حرارة المطبخ، مع فنجان ماء زهر وفنجان زيت. تقدر دير فنجان تاع قهوة او لاتيه، كل واحدة كيفاه تحب تحط. وعندنا 3 ملاعق كبار سكر جلاس، سكر أرطب، ملعقة صغيرة فاني. ونخلط كل المكونات بأصابع يدينا حتى نتحصل على خليط كريمي. نخلط هكا المكونات مليح وندوب هذيك الزبدة مليح. لازم يولي عندنا خليط كريمي، ما فيش هذيك الكعابر. نكمل نخلطها ثم نلتقي فيما بعد. هذا الخليط تحصلت عليه. هنا نبدا نضيف كمية من الفارينة، لازم ننخلها. نضيف شويه من الفارينه وعليها راس الماء رشه خفيفه خلاه من الخميره، ما كتروش الخميره. ونخلط بيدينا دون عجن، ثم نبقى نضيف الفارينه حتى نتحصل على عجينه طريه. كمل هكا نضيف الفارينه حتى نتحصل على العجينه اللي قلت لكم عليها. هذه العجينه اللي تحصلنا عليها شوفوا كيف دايره، تكون طريه. هنا نلمها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح 1 ساعة. لازم ترتاح باش تعطينا نتيجة مليحة. خليها ترتاح ثم نشوفوها من بعد. هنا بعد ما ارتاحت لي 1 ساعة نجيب كمية هذه اللي عندي، انا عيني ميزاني يعني. ندير كريات وحللتها بالحلال، لازم تحلوها رقيقة خلاص. وانا هنا استخدمت هذاك الطابع هذا الموجود في الاسواق يعطيني كل حبه يعني قد بعضها. اللي ما تحبش عينها ميزانها تشكل بيدها، كل واحد حر، كل واحد كيفاه يحب يشكلها. انا اللي درك اخترت هذه المره نجرب هذا الطابع ونشوف الحبات كيفاه يجيونا. المهم هنا حليت الطاجينه تاعي وزدت اخذت كميه من الغرس هذا بعد ما نقيته وعجنته بالزيت وشويه تاع ماء زهر. شكلت هكا كريات صغار ونحلهم هكا، ندير حربوش ونحل في الحبه ونرولي هذيك الحبه، بعد نحطها على طاوله العمل ونبقى نرولي فيها حتى تحبك معايا. نحي الزائد هذاك من العجينه وندخل نعمل ثقبه وندخل الجزء الثاني فيها. حطيتها هكا في هذا الطابع، لازم نصها ترصيها هكا مليح في هذاك الطابع باش تعطينا هذاك الشكل تاع الخطوط اللي فيه. نرصوها هكا شويه ونخرجوها. قبل ما نديرو في هذا الطابع رشوه بالفارينه. وتاني هذاك النقاش قبل ما نستخدموه نغطسوه مره على مره، غطسيه في الفارينه باه ما يقطعلكش العجينه، ويعني انك تنحي لك بكل سهوله من هذاك الطابع، يعني تضربها مره زوج صاي تخرج الحبه تاعك. شوفوا كيفاش جات شكلها، يعني ما شاء الله. نمشيو فوق هذوك الخطوط وننقشوا، نحطوا فوق هذيك العجينه ونطلع حتى نوصل فوق خلا. هي ساعات تتقطع معايا عادي، نزيد نغطس هذاك النقاش في الفارينه نحطها فوق هذا الكوباط وتجيني تاعي تسهل لي العمل. لا يعني الناقش تاعها وشكلها كل واحده كيفاه تحب، يعني كاين اللي تشكلها عينها ميزانها بيديها هكا كيجيو الحبات قد بعضهم. انا اخترت هذا الطابع وقلت نجربوه ونشوفوا كيفاه تجينا. يعني جاوني الحبات ما شاء الله، يعني كل حبه قد اختها. كمل هكا ننقش كل الحبات تاعي ما نلتقي فيما بعد. نكملوا هذه الحبه ونزيد نشوفوا حبه تانية. وهذا الطابع يعني للامانه ما تعبنيش، يعني ساعدني بالعكس، خرج لي الحبات بكل سهوله وكل حبه قد اختها. كملوا هكا الحبات كامل ثم نشوفوا المرحله الثانيه دي.
شوفوا الحبات جاو ما شاء الله، يعني حكمة روحها وما عذبتنيش، يعني بكل سهولة قاعدة ننقش فيها. كملوا هكا ثم نلتقي فيما بعد. هادو الحبات تاعي بعد ما كملت خدمتهم حطيتهم في البلا، ندخلهم على الفرن ساخن على 180 درجة، يحمروا من تحت نشعلهم من الفوق، يحمروا شوية ونحيهم. يعني شوفوا كيف جاو ما شاء الله، كل حبة قد اختها احمر يعني. والبنة ما عندي ما نهضر عليه، مبسس جاي هبل. يعني اللي عمرها ما جربت كعك النقاش ديري بالطريقة هذه راح تشوفي. وهذه الوصفة يعني سهلة وفي متناول الجميع. وب 125 جرام تاع الزبدة خرجت لي اعطتني 25 حبة تاع كعك النقاش. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ان شاء الله تشتركوا في قناتي وتعملوا لي لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. صحة فطوركم صحة عيدكم والى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم.